بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو عظيم مش جديد المرة دي. طيب، اظن يعني كده ما شفتوش عظمة كده قبل كده، صح؟ انا عارفة ان انا مأخرة عليكم الفيديو ده بقالي كتير جدا، بس تعالوا بقى ننفذ الايد دي مع بعض بالشمع. عشان الفيديو اللي فات اللي هو ده انا كنت قلت لكم ان انا اعملها لكم كده كروكي، قلت لا بقى لازم اظبط لهم حوار الستان ده كده تظبيطه حلو. الايد دي على فكرة متوفرة عندي لو انتوا عايزينها على شكل اي بوكيه، طبعا ده كده عشوائي، ممكن ده كله نملاه اكتر هيبقى تمام موجود. لو عايزين نفس شكل المروحه دي انفذها لكم قولوا لي بس في الكومنتات على طول. قولوا لي بقى رايكم برضو ايه كده في الدعوه القمر دي. وكانت دي برضو تشكيله من البوكيهات، فلو انت عروسه ما تتاخريش في اي شكل بوكيه. الحمد لله قدرنا يعني اقدر اوفره لكم واقدر اعمله يعني الحمد لله. وبرده كخامات فهم برده متوفرين. قولوا لي كده رايكم بقى في العظمه دي. طبعا دي اللي هو البيست سيلر عندي يعني الحمد لله، المروحه العظمه دي. وده كان شكل برده مختلف تماما من البوكيهات. فكرة السلك مختلفة، فكرة حتى الكلى نفسها مختلفة، والريش اللي تحت مختلف، بس الحمد لله قدرنا ننفذه. والخامات برضو متوفرة الحمد لله. طيب، أول حاجة مقارنة مهمة جدا بين التوليب الكبير والتوليب الصغير، عشان بس لما حد يجي يشوف سعر البوكيه ده ما يتصدمش ويقول يا لهوي ايه سعره غالي كده ليه. لا، بصوا فرق التوليب. يعني التوليب اللي على اليمين ده اللي احنا بنستخدمه في كل البوكيهات اللي استخدمناها بقى، في بوكيه الاميرات وكل البوكيهات اللي فاتت. تمام، عشان بس انتوا قدام الكاميرا تقولوا ايه ده هو ماله التوليب صغير كده ليه. لا، ده التوليب الطبيعي اللي هو الصغير. اللي في ايدي بقى هو اللي مش طبيعي، ده اللي هو حجمه كبير شويه. تمام، كمان طوله كان مبالغ فيه قوي، فانا بدات ان انا اقصره. اهم حاجه لما تيجي تقصره انت بس ادي كده بنظر، يعني بنظرك انت شايف مثلا البوكيه طوله تمام مناسب تمام. عايز تسيبه كامل مفيش مشكله، في ناس ممكن تسيبه كامل وتعمل فيونكه لو هي عايزه تبين الفروع الخضراء يعني. بدات ان انا طبعا لازم كله يبقى متساوي، فحاولت على قد ما اقدر لما انا بقص ان انا اساويهم ببعض. بحاول بقى احط يبقى كلهم في اتجاه واحد او جنب بعض في مستوى واحد عشان النظر. اهم حاجه الميزان وبنظركم كده. ويعني بصوا، حطيت اول 3 ان انا اثبتهم بالسلوتيب. مهم جدا تثبيت الورد بالسلوتيب علشان بيضمن عدم حركه البوكيه. تمام، شوفوا انا بعمل كل 3 مع بعض، كل 2 مع بعض بالسلوتيب. بصوا انا عشان كلهم يبقى سوا واحد. طبعا في ممكن عايزين تعملوا حاجه اعلى حاجه اوطى حسب نوع البوكيه وشكله. تمام، البوكيه طبعا ده نزل ترند كده من فتره. هو غالي شويه طبعا، علشان اول حاجه التوليب ده غالي قوي. التوليب ده بيتباع بالوحده ومضاعفاتها. يعني ايه مضاعفاتها؟ يعني مثلا انا ببيع بالوحده باقه مثلا 5 وبعدين 10 وبعدين 15 وبعدين 20. ما ينفعش اجي اقول 3 أو 4، لا. تمام، وطبعا بالسولتيب بدات ان انا اتنيهم كده زي ما انتوا عارفين. طول ما انتوا بتوسعوا الباقه خلي بالكم الورد بيتني، فانتوا برضو خلي بالكم من النقطه دي. انتوا ممكن في الفروع الاخيره دي تحاولوا تتنوها تانية صغيره عشان تظبط معاكم. مهم جدا برضو نظافه المكان اللي انتوا شغالين فيه، لان التوليب بيلقط الغبار. عارفين اللي هو حاجه تراب صغير خالص بيلقطه في ثانيه. حاولت بقى اظبطهم على قد ما اقدر. هم كانوا محتاجين اكتر بصراحه، يعني شوف دول 15 ورده كانوا محتاجين كمان 2 معاهم ولا حاجه. مهم بقى تثبيت، عشان اكتر حاجه بتسألي تثبيت الفروع بتثبتيها ازاي يا مي. اول حاجه على الفريم، او يعني الاطار الخارجي من الورد اللي بره خالص مش اللي جوه. ابتدي الفه بالمنظر ده. تمام، على الورده نفسها كده. تمام، انا باجي كده من دي كده، يعني مش عارفه اشرحها. تمام، هي موجوده زي ما انتم شايفين كده عملي بالنسبه لكم. فكل الورد اللي بره ببتدي ان انا الف عليه السلك، عشان بس ما حدش يجي يقول لي هي الباقه دي محتاجه كام سلك. شوفوا السلك ده طبعا متوفر عندي على التليجرام لو انتوا عايزينه كده باقه جاهزه يعني. فاللي هي الالماس دي، باقه الالماس دي متوفره عندي على التليجرام، تقدروا تشتروها عادي. عشان لو انتوا مش عايزين تشتروا سلك وتشتروا الماس وتشتروا الحاجات دي، فهي متوفره، انتوا ممكن توصل لكم عادي لحد البيت. بصوا شكلها كده من قريب، بلف السلك على بالمنظر ده وتمام. وبرده التوليب برده متوفر الحجمين طبعا يعني. بس عشان بس نكون واضحين مع بعض والطريقه عملي. البوكيه ده غالي علشان التوليب كده. شوفوا كان برضو في توليب كده، في بوكيه توليب ده خد 3 باقات. الكبير قوي خالص اللي هو الواسع ده. طبعا كله عشان كان بالصغير فخد باقات كتيرة قوي، لان اصلا ال10 في التوليب الصغير ما بيكفوش يعني. زي ما انتوا عارفين ان هستهلكنا قد ايه في البوكيه بتاع الاميرات.
بعد ما بخلص بقى لو انا حاسه ان في مسافه بينهم او حاجه، ببتدي ان انا ازود تاني ايه الماظ او فصوص الماظ زي ما انتم شايفين كده. ببتدي بقى اوسع. بصوا، مبدئيا انا مستخدمه كيس الماظ واحد. والسلك انا مستخدمه السلك اللي هو ال5 ملي. تمام، شكله عامل ازاي؟ ده اللي هو السلك اللي بيتباع بالكيلو، انا كنت مستخدماه وهو برضو متوفر عندي على التليجرام لو هو حد عايز. بيبتدي من ربع كيلو. تمام، ربع كيلو. طبعا ده احنا نقدر نستخدمه عشان برضو قبل كده ما عملتوش معاكم حوار لفه الستان دي. فتعالوا. طبعا ده ستان اورجانزا. في ستان اللي هو الستان اللي هو العادي الطبيعي اللي احنا بنستخدمه، تقدروا تستخدموا يا ده كده كده هي مش هيبان. تمام، انا بس ساعتها ما كانش متوفر عندي الستان التاني فاستخدمت الاورجانزا ده. تمام، يبقى ده اسمه ستان اورجانزا شفاف. هو مشكلته بقى ان احنا هنحتاج ان احنا نحط كميه كبيره قوي، وبعدين ده اغلى كمان، فلا الستان التاني احسن. كده كده هو مش هيبان. طيب، بصوا بحط اول حاجه بتني كده بقى، بفضل بقى اتني. هي اول حته بتبقى رخمه، واخر حته هقول لكم برضو رخمه في ايه. خلاص ثبتنا بالسولوتيب والباقه مسكت نفسها. نبتدي بقى نقطه صغيره، وخلي بالكم الاورجانزا يعني لسعته مش سهله. في اورجانزا بقى اللي هي بتتحط على البوكيه كامل، التوليب اللي هو طالعه ترند دي برضو متوفره عندي وكل حاجه. بس عشان ما تتلخبطوش بين الاورجانزا دي والاورجانزا دي، كان في عميله برضو اتلخبطت بين الاورجانزا دي والاورجانزا التانية. فخلي بالكم في فرق خالص في السعر رهيب يعني، عشان بس ايه نبقى واضحين. والله التاني كمان ناس كتير ما بتقولش عليه اورجانزا، بس انا يعني هو عشان هو شفاف وكده فبنقول عليه اورجانزا. بصوا بقى ارخم حته الحته الاخيره دي، لان بصوا الباقه كل ما بتطلع بتبقى اوسع. في ناس بتبقى محتاجه انها تداري الاخضر ده خالص، رغم ان بحس ان هو شكله حلو قوي بصراحه. تمام، بدات ان انا الفه بقى تاني وارجع لتحت تاني عشان تبقى النهايه في النص زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى باي حاجه بقى بمقص عشان بس اثبت اخر نقطه من الشمع عشان ما نتلسعش. التوليب ده كان وصل لفتره، يعني ممكن وصل دلوقتي في رينج من 40 ل 45 الواحده. تمام، وده المتر بتاعه دلوقتي وصل حوالي في رينج 150 جنيه. طبعا ده من ساعة انتشار الفيديو. خلي بالكم من تاريخ الفيديو، لان ممكن على ما تيجوا تشوفوا الفيديو يكون سعره ازيد من كده، وربنا يستر يعني. تمام، ودي فصوص الالماظ كله متوفر عندي على التليجرام عشان بس نكون واضحين. الحمد لله قدرت اوفر لكم كل حاجه، فاللي عايز اي حاجه الحمد لله متوفر. رقم الواتساب عندي في صندوق الوصف. القمر بقى ده مشكلته حاجه، طبعا هو زي ما قلت لكم ان في نوعين من الحاجه اللي بنلف عليها البوكيه. في اللي هو ده القصير، وفي اللي هو التاني الطويل اللي هو تمام. رغم ان الطويل اقصر سبحان الله وبيستهلك متر واحد، هنا انا هستهلك 2 متر. تمام، فده برضو بيعمل تكلفه اعلى في البوكيه، خلي بالكم. تمام، ببتدي بقى ان انا بصوا لو انتوا هتستخدموا عايزين ممكن تستخدموا متر. على فكره متر هتعملوا مثلا كل سنتي. بصوا انا قريبه قوي من بعض، لا انتوا تطلعوا سنتي 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 ونقطه شمع صغيره وتلفوا. تمام، يبقى وانتوا طالعين فوق وسعوا على نفسكم لحد ما المتر يخلص. انا هنا مستخدمه 2 متر، فكنت بقصر المسافه شويه عشان يديني فوليوم عالي قوي. لكن لا انتوا مش محتاجين كده عشان برضو سعره ما يعلاش معاكم قوي ويبقى. هو مش هقدر اقول البوكيات التوليب كلها ما حدش يجي يقول متناول للجميع، لانها حقيقي سعرها بقى غالي جدا وطالع في السما بطريقه صعبه. في بوكيات تانية متهاوده يعني. لكن ده لا، يعني ممكن لو انتوا عملتوه كله كاله بتاع، لكن ده البوكيه ده بصراحه اي حاجه فيها توليب يعني والماظ بقى، وخصوصا كمان ايد الماظ، فلا سعره عالي. وخلي بالكم انا مش مستخدمه كريستال خالص، ده كله الماظ. يبقى كده انتوا عرفتوا مع بعض ثبتناه ازاي مع بعض. الحمد لله تقدروا تنفذوه دلوقتي. انا عارفه يعني انتوا ما شاء الله بقيتوا عباقره. المهم بس ايه، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش بقى ان انتوا تتابعوني تاني. يعني مش خلاص بقى عرفتوا كل حاجه وما شاء الله بقيتوا عباقره تنسوا مي يعني. ماشي، اخر حاجه النهايه بس نقطه وخلاص. لو في حد انا الفتره اللي فاتت بعتها له الايد بتاعتها لونها اسود عشان هو اختفى شويه من السوق الابيض ده، بحته ستان رفيعه هيتلف برضو. طول ما انتوا بتلفوا كده تلفوا ستان ابيض عليها مش هيبان اي حاجه. بصوا حتى خلي بالكم، هو اكتر حاجه هتبان الحته اللي فوق. تمام، واللي تحت برضو لو حاجه محتاجين انها حاسين انها هتبان حطوا شريط ستان فوقها كده وان شاء الله هتبقى تمام.
الحرف ده برضو اكليريك، فبرضو معلي تمنه. ثبته برضو في خرم صغير، وثبته فيه بنقطة شمع صغيرة وزي الفل. نقدر طبعا نحفر اسماء في دايرة، في بتاع، في يعني في افكار كتيرة قوي في الايد. يعني شوفوا طبعا، تابعوني على التليجرام لو انتوا وبرضو الانستا والتيك توك.